اهلا بيكم يا اصدقائي في قناة فيلمينجو. ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا في غزة ربنا يفك كربهم. والنهارده معانا ملخص فيلم ذا لاست ايربندر، واللي بيحكي عن اسطورة الافاتار اللي بيكون عنده قوة روحية خارقة بيقدر ينقذ بيها العالم من الدمار. فقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناة، ويلا بينا نخش في الاحداث. بيبدأ الفيلم باختفاء الافاتار اللي كان بيحافظ على السلام والتوازن بين الامم، وبنعرف ان كان في 4 من الامم، وهي امة الماء والنار والارض والرياح. وبعدها بنشوف بنت اسمها كاتارا وبتكون مع اخوها المحارب سوكا، وبتتدرب مع اخوها قريب من النهر في القطب الجنوبي، وبتحكي انها من امة الماء، وان ابوها راح الحرب وامها بقت اسيرة واتقتلت في الحرب وهي صغيرة، وانها عايشة هي واخوها لوحدهم وبيحاولوا يصطادوا الاكل. بس بيطلع ان سوكا صياد فاشل، وبيوصلوا المكان وبيشوفوا فيه تجمع جليدي، فبيضربوا سوكا وبيجروا بسبب ان بتظهر كرة جليدية كبيرة من تحت الارض وجواها شخص. فبيقلق سوكا انها تكون خدعة من أمة النار، بس كاتارا بتكسر الكرة الجليدية وبيخرج منها شعاع للسماء، وبيشوفوا الامير زوكو من أمة النار من قارب بعيد جدا، وبيلاقوا حيوان ضخم وطفل في المكان اللي اتكسرت فيه الكرة الجليدية. فبياخدوا الطفل القرية علشان يتعافى في كوخ الاسكيمو، وبعدها الطفل بيشكر كاتارا على انقاذه وبيقول لها انه لازم يمشي لانه ساب البيت ومشى وزمانهم قلقانين عليه. بس بيظهر زوكو اللي بيخترق الجليد بسفينته لحد ما بيوصل للقرية، وبيطلع ان زوكو ابن لورد النار اوزاي وريث عرش امة النار. وبيدخل جندي وبياخد الطفل من الخيمة، وبيشوفوا الامير زوكو وبيقرر انه هيدمر القرية لو الطفل ما جاش معاه، بس الطفل بيوافق يروح معاه علشان محدش يتأذى. وكاتارا بتتكلم مع اخوها وبتقول له انها لازم يساعدوا الطفل وينقذوه. فبيشوفوا مخلوق البايثون طاير، فبيفكروا انهم يستخدموه، بس قبلها بيتكلموا مع جدتهم اللي بتعرفهم ان الطفل ده ممكن يكون هو الافاتار، وده بسبب الوشم اللي على راسه، وانهم لازم يساعدوه. وفي سفينة الامير زوكو بيكون موجود هو وعمه ايرو، وبيحط ايرو قدام الطفل نار، فبيلاقوا النار بتنجذب للطفل، وكمان المية والحجارة بتنجذب له، ووقتها بيتأكدوا انه الافاتار. فزوكو بيقول انه لازم يسجنه، فبيقلق الطفل وبيستخدم قوة الرياح علشان يقدر يطلع من الأوضة، وبيقدر يتغلب بكل سهولة على الجنود اللي بيلاقيها في طريقه. وبيطلع لسقف السفينة وبيشوف كاتارا وسوكا ومعاهم بايثون، فبيطير الافاتار وبيوصل لهم، وبعدها بيقرر انه لازم يوصل للقرية بتاعته، وبيدور على الرهبان اللي موجودين في القرية بس ما بيلاقيش حد فيها. فبتقلق كاتارا وبتحس ان في حاجة غريبة، وبيدخل لمكان صلاة الرهبان وبيلاقي فيها هياكل عظمية وباينة جدا انها مهجورة. ووقتها بتفهم كاتارا انه كان في تلج لمدة 100 سنة تقريبا، وبتقول له اللي حصل في السنين الاخيرة، وان امة النار فتحت الحرب على كل الامم، ولما عرفوا ان الافاتار الجديد هيكون من امة الرياح هدموها، وانه هو الوحيد اللي اتبقى منهم. فبيلاقي سلسلة على هيكل عظمي كان عطيها للمعلم بتاعه، فتعصب جدا واتضايق من اللي حصل. وبعدها بيتنقل لعالم الارواح، وبيرجع لما بيسمع صوت كاتارا وهي بتناديه، وبنشوف طفل من أمة الأرض بيجري استخبى فيهم من قوات أمة النار اللي بتطارده علشان تقبض عليه. فبترفض كاتارا إنها تديهم الطفل، فبيقبضوا عليهم كلهم وبياخدوهم على قرية تبع أمة الأرض، بس بتكون تحت سيطرة أمة النار. وبيتكلم الأفاتار مع المسجونين وبيقول لهم إن أمة الأرض كانت قوية جدا، وإنهم المفروض يقاوموا الاحتلال، وبيسألهم إن لو الأفاتار موجود معاهم دلوقتي فده ممكن يفرق في المقاومة. فبيقول له واحد منهم إن الأفاتار مات، بس يانج بيكشف لهم إنه هو الأفاتار، وبيوريهم الوشم اللي على راسه. فبيسخر منه جندي من قوم النار، فبيستخدم الافاتار قوة الرياح وبيهاجموه. فبيتجرأوا اهل القرية وبيهاجموا امة النار وبيساعدوا الافاتار لحد ما بيهربوا كل جنود الاحتلال وبتتحرر القرية. لكن يانج بيعرف كاتارا وسوكا انه لسه ما كملش تدريبه علشان يكون الافاتار، وانه ساب قريته من 100 سنة لما عرف ان الافاتار ما ينفعش يكون اسرة ولا يتجوز ولا يكون له عيلة، وما كانش عارف ايه السبب، وانه ما بيعرفش يتحكم غير في قوة الرياح، وكان لسه محتاج يتدرب على التحكم في باقي العناصر. فبتقول له كاتارا ان في معلمين ممكن يدربوه على التحكم في المية، وبيكملوا رحلتهم. وبيحرر الافاتار كل القرى في طريقه، ولما كان بيحاول يتحكم في المية افتكر ان عنده قدرة تقدر تخليه يتحكم في عالم الموتى، وان في كهنة في معبد الشمال بيقدروا يتدربوا على التواصل مع الموتى. فبيقرر يروح المعبد علشان يقابل الكهنة اللي هناك، وفجأة بيظهر راجل عجوز من الكهنة وبيعرف ان هو الافاتار، وان من حظه ان لسه باقي مكان ما وصلتلهوش امة النار، وانه يقدر يحسن قدراته فيه مع التواصل مع الموتى.
فبياخدوا المكان كله تماثيل. ووقتها بيعتذر الكاهن للافاتار وبيقول له انه عاش سنين بؤس كتير بسبب غيابه، وبيكتشف الافاتار انه خانوا لصالح أمة النار. فبيظهروا أمة النار من ورا التماثيل وبياخدوه وبيسجنوه. ووقتها بيتنقل الافاتار لعالم الارواح وبيقابل تنين وبيقول له يروح لعشيرة المية الجنوبية، وانه هناك هيتعلم تسخير المية، وانه لازم يمنع أمة النار من السيطرة على المدينة بأي طريقة. وبيظهر القائد زهاو من أمة النار، وده بيكون هدفه انه يوصل للافاتار ويقبض عليه قبل زوكو، وبيقول له انه هيكون سجينه للأبد علشان لو قتله هيجي افاتار تاني جديد. فبيظهر شخص مقنع علشان ينقذ الافاتار وبيساعده يخلصوا على جيش زهاو، وبتحصل بينهم حرب شرسة لحد ما الجيش بيحاصرهم. فبيهددهم المقنع انه هيقتل الافاتار، فبيضطر القائد زهاو يفتح لهم البوابة علشان يمشوا وما يقتلهوش. ومجرد ما بيطلع البوابة بيضربوا المقنع بالسهم، ولما بيكشف الافاتار عنه القناع علشان يعرف مين هو بيطلع انه الامير زوكو. فبياخده في مكان امن في الغابة، وبعدها بيروح القائد زهاو لأمة النار علشان يقابل القائد اللورد اوزاي ابو الامير زوكو، وبيقول له ان المقنع اللي حرر الافاتار هو ابنه زوكو. فبيغضب اللورد اوزاي وبيأمر زهاو بتدمير اسطول ابنه بشرط انه ما يأذوهوش، وبيكتفي بس بتدمير الاسطول كعقاب ليه. اما الافاتار فبيقرر يروح للمكان اللي قالوا له عليه عالم الارواح علشان يتعلم تسخير العناصر التانية. وبيوصل للمدينة وبيكون في هناك اميرة، فبيطلب منها يتعلم تسخير المية وانه يتحكم فيها بعد ما اثبت لهم انه الافاتار، ووراهم انه يقدر يتحكم في قوة الرياح. فقرروا يعلموه قدرات المية، والمعلم بيبدأ بتدريبه، وبعدها بينجح في انه يوقف كرات المية ويعيد تشكيلها من تاني. وبعدها بيتدرب على اسلوب الهجوم، فبيتفاجئ المعلم والطلاب من قوته في تسخير المية. وفي وسط تدريبات الافاتار مع كاتارا شاف السما بتمطر رماد، وعرف ان أمة النار بتقرب منهم وانهم عرفوا مكانه. وبيكون الامير زوكو هو وعمه في سفينة قريبة من المكان اللي في المدينة، وبيتحرك بمركب وبعدها بيغطس في قاع المحيط علشان يقدر يوصل للمدينة. وبيطلب الافاتار من الاميرة يروح مكان هادي يقدر ينتقل فيه لعالم الاموات، وانه محتاج يتواصل مع التنين علشان يعرف ايه اللي المفروض يعمله في الوقت ده علشان يفوز بالحرب. فبيروح كهف هادي وبيبدأ الافاتار يتأمل علشان ينتقل لعالم الارواح، وبتكون كاتارا جنبه في الكهف علشان تحميه. بس زوكو بيوصل وبيهاجم كاتارا وهي بتقدر تصد هجومه، وبيبدأ بينهم حرب بينتصر فيها الامير زوكو، وبياخد الافاتار سجين رغم وجوده لسه في رحلة التأمل. وبتبدأ جيوش أمة النار تقتحم المدينة، وبيدخل اول جندي على ظهر حيوان شبه السحلية، وباقي الجنود بتطلع من تحت الارض باستخدام معدات حفر في الجليد عملاقة. وفي الوقت ده بيتكلم الافاتار مع التنين اللي بيقول له انه ملهوش ذنب في موت اهل قريته، وانه يركز على هدفه ويحمي الامم والقرى من شر أمة النار. وبيقول له انه لازم يستخدم مية المحيط، ووقتها هيقدر يسيطر على اي حاجة. ولما بيصحى الافاتار بيلاقي نفسه سجين عند زوكو، فبيحاول يهرب رغم انه مربوط، بس زوكو بيحاصره وبيمنعه. وفي نفس الوقت بتكون أمة النار بتحارب المدينة وقربت تسيطر عليها، وزوكو بيحارب يانج اللي بيقدر يطفي النار علشان يضعف قوة زوكو. وبعدها بتيجي كاتارا وبتساعده وبتحبس زوكو في قالب تلج، فبيحرر الافاتار راسه من التلج وبيقول له علشان ما تموتش وان محدش هيتعرض له. وامير النار بيوصل لمكان الكهف في القرية وبيكون فيه اسماك ذهبية، وبتخرج روح في سمكة منهم بتدي قوة كبيرة جدا لأمة المية. وبيعرفوا ان موت السمكة ممكن يأثر على كل المتحكمين في المية وانها روح قوتهم. فايرو بيحاول يوقف الامير زهاو من انه يقتل السمكة، وبيعرفه انه ما ينفعش مهما حصل يأذوا عالم الارواح، بس هو ما بيسمعلهوش وبيقرر يقتل السمكة. فبتقع الامير على الارض، وموت الروح بيخلي القمر يبقى لونه احمر. فبيتعصب ايرو وبيسخر النار بدون مصدر للقوة، وبيهدد زهاو انه هيهاجمه لو ما رجعش عن قتل باقي السمك. فالاميرة بتقرر تضحي بنفسها علشان تنقذ المتحكمين بالمية، فبترمي نفسها في المية وبترجع قوتهم من تاني. اما الامير زوكو بيتحرر وبيحارب القائد زهاو لما بيستفزه، بس عمه ايرو بيوصل وبيطلب من زوكو انه ينسحب علشان يمشوا من المكان، بس زهاو بيهاجم زوكو فبيصده عمه وبياخد زوكو وبيمشي، وبيسيبوا زهاو علشان أمة المية تنتقم منه. فبيوصل بعدها 4 جنود من أمة المية وبيقتلوا زهاو، والافاتار بيشوف اسطول أمة النار في الطريق وبيفتكر نصيحة التنين في انه يستخدم قوة المحيط، وبيرفع كل السفن لمسافة عالية جدا صعب حد يعملها. فالكل بينبهر وبيقف القتال في القرية،
وجنود أمة النار بيخافوا من قوته وبيأمنوا بقوة الأفاتار، وبيرجع السلام مرة تانية بين الأمم. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة لو مش مشترك، واستناني في ملخص تاني. سلام. بيبدأ فيلمنا مع البطل فاي وهو بيحارب جيش كامل لوحده وشغال ضرب فيهم كلهم، ومحدش كان قادر عليه لحد ما في الآخر اتقطروا عليه، بس ده مخلهوش يستسلم. فتعالوا نفهم ايه اللي وصلهم لهنا، وهنعرف ده لما نرجع بالزمن، وبالتحديد في الصين، في منطقة بتعاني من الفقر الشديد. وكان فاي وهو صغير ماشي هو وابوه، وفجأة بيلاقوا طفلين بيترعشوا من البرد ومغمى عليهم وعلى وشك الموت، وبيحاول ابوه انه ينقذهم، بس في واحد منهم مات فعلا، فبياخد التاني معاه البيت وبيعالجه لحد ما حالته بتبدأ تتحسن. وفاي بيكون متأثر بالطفل ده، وخصوصا انه في غيبوبة بسبب قلة الأكل لفترة طويلة، فبيطلب من ابوه انه يتبنى الطفل ده ويكون اخ ليه، وابوه فعلا بيوافق وبيسمي الطفل ده فيري. وبتمر السنين وبنعرف ان الصين دخلت في أزمة فساد وحروب، وخصوصا بعد موت امبراطور الصين وفشل ابنائه في الحفاظ على المينا الكبير، واللي كان مصدر التجارة بين الصين والانجليز. واللي سيطروا على المينا وقتها عصابتين، اول عصابة هي عصابة النمر الاسود، والتانية عصابة بحر الشمال. وبعدها عصابة النمر الاسود بتسيطر هي على المينا وبتقدر تطرد عصابة بحر الشمال، ومن وقتها والفساد بقى مالي المدينة كلها. وده لان عصابة النمر الاسود بتشتغل في الدعارة والقمار وتجارة الممنوعات، واللي بتكون متكونة من 3 ابناء لزعيم العصابة، وهم المسؤولين عن شغل العصابة كلها. الابن الأكبر واللي هو شيطان الشمال، وده اللي مسؤول عن المينا وتجارة الممنوعات. والابن التاني الغراب الأسود، وده بيكون المسؤول عن صالات القمار. والابن التالت واللي بيكون اسمه الأفعى، وده بيكون مسؤول عن الدعارة. وسكان المدينة كانوا فقراء قوي، فبيضطروا يشتغلوا تحت سيطرتهم بأجور قليلة جدا، واللي كان بيفكر يبلغ عنهم كان بيموت وبيترمي في البحر. وبيظهر بعد كده فاي بعد ما كبر وبقى مع مجموعة من المحاربين رايحين يقابلوا زعيم عصابة النمر الأسود اللي اسمه لي، واللي بنعرف إن فاي كان نفسه يقابل زعيم العصابة ده ويكون ابنه الرابع. وبعد ما بيوصلوا البيت لي بيشوفوا رجالته وهم ماسكين عامل حاول يبلغ عنه، وكان زعيم العصابة ماسك سيخين وبيحطهم في النار وبيقتل بيهم العامل ده. وبعدها اتحرك بسرعة ووجه السيخين على وش فاي، وده خلى المحاربين يخافوا ما عدا فاي، وده اللي خلى الزعيم أعجب بيه وسأله انت ليه ما خفتش زي الباقيين؟ فبيقول له فاي ان مفيش حاجه حصلت عشان يخاف منها. وبعدها قرر انه يختبرهم تاني من خلال انه خلى كل واحد يمسك فنجان شاي وهو بيصب الميه المغليه على ايد المحاربين، وكلهم بيتألموا وبيرموا الفناجين ما عدا فاي، واللي فضل ثابت رغم ان ايده احمرت من شده سخونيه الميه. وبعدها طلب منه زعيم العصابه انه يشرب الشاي مره واحده، وفعلا نجح انه يعمل كده برغم انه كان سخن جدا. وبعدها بيقول لهم ليه انه استدعى المحاربين عشان يقتلوا زعيم عصابة بحر الشمال، وان اللي هيقدر يقتله ويجيب له راسه هيكون ابنه الرابع. وفي اليوم اللي بعده بيهجم فاي في مقر عصابة بحر الشمال، وبيدخل في خناقة جامدة جدا مع زعيم العصابة، واللي قدر انه يوقع السيف من ايد فاي، بس ده ما همهوش لانه بيتحرك بسرعة وقدر انه يرمي من ايد زعيم العصابة السيف. وفي النهاية مع شدة ضرب فاي لزعيم العصابة وقع على السيف وانفصلت راسه عن جسمه، واللي خدها فاي ولفها في قطعة قماش. وبعدها بيهجموا عليه رجالته وبيدخل معاهم في معركة قوية جدا بعد ما بيربط القماشة اللي فيها راس الزعيم في بنطلونه، واللي بتنتهي بانهم بيوقعوه على الارض بعد لما قدر يقتل عدد كبير منهم. وبيكون في واحد من رجالة عصابة النمر الاسود مستخبي، ولما بيلاقي انهم خلاص هيخلصوا على فاي فبيولع في الالعاب النارية الموجودة في المكان، وبيقدر انه ينقذ فاي، وده بعد ما حصل فوضى في المكان كله. وبعدها بيروح بيه عند عصابة النمر الاسود، وفاي بيكون فاقد للوعي، وليه بيحاول ياخد منه الراس ولكنه بيكون ماسك فيها جامد. ووقتها بيعلن ليه ان فاي هو ابنه الرابع، وامر ابنائه ال3 انهم يهتموا بفاي ويعلقوا راس زعيم عصابة بحر الشمال في المينا علشان الكل يشوفها ويعرف ان دي نهاية اي حد هيقف قدام عصابة النمر الاسود. ولما بيفوق فاي بيلاقي شخص بيعرفه على نفسه وبيقول له انه اسمه صاحب الاسنان الكبيرة، وبيشكره فاي لانه انقذه، وبيقول له كمان انهم هيبقوا اصدقاء. وبيكون صاحب الاسنان الكبيرة فرحان جدا لانه كان بيحلم انه يكون جنب شخص قوي لانه فشل انه يبقى محارب قوي. وتاني يوم بيكون لونج ابن زعيم عصابة بحر الشمال قدام راس ابوه اللي متعلقة في المينا، وبيكون في قمة غضبه وبيعور نفسه بالسكينة كعقاب ليه لانه ما كانش موجود ودافع عن ابوه، وتعهد لابوه انه هينتقم له من عصابة النمر الاسود. وبيروح لونج المجموعة من تجار المخدرات وبيعرفهم ان ليه خالف بنود العهد وقتل ابوه، بس هم مش بيكونوا مهتمين للصراعات اللي بينهم، وكل اللي يهمهم ان تجارتهم تفضل شغالة وبس. وبيكون في طبيب بيعالج فاي، ولما بقى كويس بدأ يرسم له وشم النمر لانه خلاص بقى الابن الرابع، واللي بيفتكر انه هياخد مفاتيح خزنة العصابة، واللي بتكون عبارة عن مفتاحين، واحد ذهبي والتاني فضي، واللي بيكونوا مع 2 من ابناء الزعيم، الذهبي مع الافعى والفضي مع الغراب الاسود.
وده لان هما الاتنين بيكسبوا فلوس اكتر من شيطان الشمال. وبعد ما الطبيب بيخلص رسم الوشم بيروح يحتفل مع كل افراد العصابه ومع الزعيم ليه بالابن الرابع فاي. وبتكون اول مهمه لفاي انه يقضي على باقي افراد عصابه بحر الشمال. فبيجمع فاي مجموعه كبيره من رجاله عصابه النمر الاسود وبيهجموا عليهم، وبيقدر يتخلص من كل افراد عصابه بحر الشمال ما عدا لونج واللي قدر يهرب اثناء القتال. وبكده زادت سيطره عصابه النمر الاسود على المينا، وزادت شهره فاي جدا، وكل الناس بقت تخاف منه. وبيجي الليل وبيروح فاي لعصابه النمر الاسود، واول ما بيشوفوه بيكون افراد العصابه عاوزين يحتفلوا بيه، بس بيزعق لهم شيطان الشمال بسبب غيرته من فاي. فبيتريق فاي عليه علشان ماسك عصابه زي العواجيز، فبيضربوا شيطان الشمال بالعصايه وبيطلب من فاي يرد له الضربه لو يقدر. فبيتريق عليه بانه ما ينفعش يضرب اخوه العجوز، واللي بيكون شمتان في شيطان الشمال الغراب الاسود، واللي بيضحك كل ما فاي بيتريق عليه. وبيدخل عليهم ليه وبيقول لهم انهم مهتمين بصراعاتهم اكتر من شغل العصابه. وتاني يوم بيكون فاي مع ليه وبيقابلوا التجار الاجانب، واللي بيطلبوا من ليه انه يخطف 300 عامل مقابل 5 سفن يقدر يستخدمهم في تجارته. فبيعرفوا ليه ان المهمه دي صعبه ومحتاجه وقت، فبيرد عليه التاجر الاجنبي بانه عنده اللي يقدر يعملها لو صعب عليه. فبيفهم ليه انه قصده على لونج ابن زعيم بحر الشمال، فبيخاف يخسر شغله معاهم، وبيعرفوا ان العمال هيكونوا عنده في اقرب وقت. وبعدها فاي بيكون مع ليه وبيساله لو هيعمل كده فعلا ويخطف العمال للاجانب. ووقتها ليه بيحس بان فاي صعبان عليه العمال، وبينصحه انه مادام عاوز يكون زعيم عصابه لازم ما يكونش عنده رحمه. وبعدها ليه بيغير الموضوع وبيساله على لونج، فبيعرفوا فاي انه لسه بيدور عليه. وتاني يوم بيقعد واحد من رجاله عصابه النمر الاسود مع العمال وبيوريهم قطعه فضه، وان دي مكسب من شغل جديد في المينا. فالعمال بيطلبوا منه يعرفهم الشغل ده، فبياخدهم لمكان ووقتها بيتفاجئوا انهم بيخطفوهم علشان يسلموهم للتجار الاجانب. وبيكون فاي وقتها في بيت دعاره مع بنت اسمها لينا، واللي بيحكي لها على اسرار عصابه النمر الاسود وعلى الخزنه بتاعه العصابه، وانه فرحان انه بقى واحد من العصابه وانه قرب ينتقم من ليه زعيم العصابه. وبنرجع بالزمن وبيكون ابو فاي بيشتغل طبيب ومهتم بالايتام لدرجه انه عامل لهم ملجأ كبير مخصوص. وبيكون فاي بيلعب مع بنت اسمها تشاو واخوه فيري اللي بيكون خف وصحته بقت كويسه، وبيكون معاهم لينا صاحبتهم، وبيفضلوا يلعبوا وهم في قمه السعاده. وفي يوم بيعرف فاي ان صاحبتهم تشاو اتخطفت من واحد من افراد عصابه النمر الاسود اسمه ليه، وبيروح هو واصحابه يحاولوا ينقذوا تشاو بس ما بيقدروش ويضربهم ليه وبيجري من المكان بسرعه. فبيجري فاي على ابوه وبيعرفه اللي حصل، وبيقعد يدور على ليه لحد ما بيلاقيه في السوق، فبيجري ليه عليه علشان يضربه. ولكن ابو فاي طلع مقاتل قوي، وده بيثبت لنا ان ابن الوز عوام وفاي طالع لابوه. المهم انه مسك ليه وحط السكين على راسه وسأله عن تشاو، وليه قال له انه باعها في السوق. وبالليل بيهجم ليه على ملجأ الايتام وبيولع فيه علشان ينتقم من ابو فاي. فبيدخل ابو فاي وينقذ الاطفال، وفاي بيكتشف ان فيري اخوه لسه جوه البيت وبيدخل يلاقيه مصاب. فبيحاول فاي يشيل الخشب اللي حابس فيري ويساعده انه يخرج من البيت، لكن ابو فاي ملحقش يخرج من البيت ومات. ووقتها بيحزن فاي جدا وبيقرر ينتقم من ليه. وتاني يوم بيروح هو وفيري مقر عصابة النمر الاسود علشان ينتقموا من ليه، وبيلاقوا ان اغلب رجالة العصابة مقتولين. وفجأة بيظهر قدامهم راهب وبيعرفوا منه انه كان صاحب ابوهم، وانه هو اللي قتل افراد العصابة وقدر يرجع تشاو لاهلها. ولما بيلاقيهم الراهب مصممين على الانتقام من ليه بياخدهم على الكهف اللي عايش فيه، وبيعرفوا ان الراهب ده هو معلم فنون قتالية، فبيطلبوا منه يعلمهم علشان يقدروا ينتقموا من ليه. فبيوافق الراهب وبيفضل يعلمهم ويدربهم تدريبات قوية جدا. وبتمر السنين وبيكبر فاي وفيري، ووقتها بيعرفهم الراهب انهم يقدروا يخرجوا من الكهف في اي وقت، وعرفهم ان معنى الانتقام الحقيقي انهم يحموا اكبر عدد من الناس وينقذوهم من الموت. وفعلا بيخرجوا من الكهف وهم عندهم عزيمة واصرار للانتقام، خصوصا انهم بقوا مقاتلين اقوياء جدا. فبيتفق فاي وفيري على خطة علشان ينتقموا من ليه. وفي الوقت ده بيكون فيري وتشاو مهتمين برعاية الايتام، ولينا بتكون مهمتها انها تشتغل في بيت دعارة تبع عصابة النمر الاسود، وده علشان تكون قريبة من افراد العصابة وتعرف اخبارهم. وفاي هينضم لعصابة صغيرة من اللي بيشتغلوا تحت قيادة ليه علشان يلاقي فرصة يدخل بيها في عصابة النمر الاسود. وفي الوقت ده بيقدر فيري يجمع عدد كبير من الايتام واللي بيدربهم على فنون القتال وبيأسس بيهم عصابة الايتام. وفي الوقت الحالي بتمثل تشاو انها بتشتغل خياطة، وبتقابلها لينا في الشارع وبتديلها فستانها علشان تصلحه، وبيكون جوه الفستان رسالة من فاي، وبيلاقي فيري وتشاو مكتوب فيها ان الافعى هو اللي معاه المفتاح الذهبي للخزنة. فتاني يوم فيري بيراقب الافعى، واول ما بيلاقيه قدامه بيصفر بطريقة معينة، فبيتلموا مجموعة من الاطفال حوالين الافعى. وفي الوقت ده بيحدف فيري على الافعى سكينة بس بيتفاداها
وبيجروا رجالته ورا فيري، وبيكون طفل منهم قدر ياخد كيس الفلوس من جيب الافعى وبيرميه لتشاو، وبيجري الافعى وراها لحد ما بيوصلوا لمكان معين، وهناك عصابه الايتام بيرموا على الافعى زيت مغلي وبيقتلوا كل رجالته. وبعدها بيكتفي الافعى بالعصيان اللي بيكون بيصرخ من شده الالم. وبعدها بيظهر فيري واللي بيطلب منه عصابه الايتام انهم يسيبوه، وبيضرب فيري الافعى وبيموته، وبياخد من جيبه المفتاح الذهبي واللي بتاخده تشاو وبتعمل عليه نسخه طبق الاصل، وبعدها بيرجعوه مكانه. وبعدها بيرموا عصابه الايتام جثه الافعى وجثث رجالته عند المينا، وفوقيهم يافطه عليها شتيمه لعصابه النمر الاسود. وبيوصل ليه للمكان وبيكون متضايق من اللي حصل، بس المساعد بيطمنه وبيعرفه ان المفتاح الذهبي ما اتسرقش، ووقتها بيسلم ليه المفتاح لشيطان الشمال، وانه هيكون هو والغراب الاسود مسؤولين عن الخزنه. فبيفرح شيطان الشمال وبيشكره على ثقته فيه، لانه كان فاكر ان فاي هو اللي هياخد المفتاح بعد الافعى. فبيقول له فاي انه مش مهتم بالفلوس نهائي. فوقتها ليه استغرب وقال له انه كده هيقلق منه، لان الشخص اللي بيكون مش مهتم بالفلوس بيكون مهتم بحاجه اكبر وهي المنصب. فبيساله ليه عن طموحه، فبيرد عليه انه طموحه انه ينفذ اي حاجه يطلبها منه. فبيبتسم لانه بيفكره بنفسه وهو صغير. بعدها فاي بيروح يصطاد سمك وبياخد نسخه المفتاح الذهبي من اخوه من غير ما حد يشوفه. بعدها فاي بيروح صالة القمار وبيكسب فلوس كتيرة جدا، لكن بيراهن عليها كلها وبيخسرها، وبيطلب من المدير يسلفه وبيخسرهم هم كمان، وبيطلب منه تاني بس المرة دي بيرفض المدير. فبيتعصب فاي، فبيجي الغراب الاسود وبيديله كل الفلوس اللي خسرها وبيطلب منه انه ملعبش تاني. بس فاي بيكون سكران وبيتعصب على الغراب الاسود اللي بيهدده انه ممكن يقتله بسبب الفلوس اللي استلفها. فبيصدمه فاي وبيخرج من جيبه المفتاح الذهبي، فبيتصدم الغراب الاسود وبيساله جابه منين. فبيعرفوا ان دي مش النسخه الاصليه، وانه قبض على شخص تبع شيطان الشمال وهو بيحاول يسرق الخزنه باستخدام النسخه دي. فبيتصدم الغراب وبيعرفوا انه محدش يقدر يعمل كده من نفسه، وانه اكيد شيطان الشمال اللي عمل نسخه للمفتاح، لانه شاكك فيه ان هو اللي قتل الافعى علشان يستولى على المفتاح الذهبي. فبيستغل فاي النقطه دي وبيحذره انه ممكن يقتله هو كمان زي ما قتل الافعى، وده علشان يستولى على المفتاح الفضي كمان، وكده يبقى هو اللي معاه مفاتيح الخزنه لوحده. فبيقترح فاي انه يخلي نسخه المفتاح الذهبي معاه، وانه يوديها لزعيم العصابه ليه، وانه هيخلص على شيطان الشمال قبل ما هو يخلص عليه. فبياخد منه الغراب الاسود المفتاح وبيقول له انه لازم يجرب المفتاح على الخزنه. فوقتها فاي بيبتسم لانه خطته مشيت زي ما هو عايز بالظبط. وراح فاي هو والغراب الاسود الخزنه اللي كان بيحرسها 3 من رجاله العصابه، ولما فتحها الغراب الاسود شاف فاي كميه كبيره من الفضه، وبعدها راح يصطاد وعطل فيري السمك اللي اصطاده، واللي لقى جواه رساله فيها خريطه بتوضح مكان خزنه العصابه واماكن مخازن الممنوعات. وتاني يوم تشاو بتقابل لينا وبتديها الفستان اللي صلحته وبتدخل البيت، وبيكون معاها فاي، وبيكون في رساله في الفستان بيعرفوا منها الخطوه اللي جايه اللي تشاو وفيري هيقوموا بيها. وبعدها بيتابع فاي تشاو بنظراته من الشباك، وبتكون لينا عارفه ان فاي وتشاو بيحبوا بعض، لكن فاي بيكون حزين لان فيري بيحب تشاو هو كمان. وبالليل بيروح ليه وفاي مخزن الاسلحه، وفجاه بيظهر لونج ابن زعيم عصابه بحر الشمال ورجالته، وبيهجم على فاي بكل قوته علشان ينتقم منه ويقتله زي ما قتل ابوه. وليه بيهجم على رجالته وبيقدر يوقع عدد كبير منهم، وبيستمر القتال لحد ما بيجي مجموعه من رجاله ليه وبيهجموا على رجاله لونج وبيخلصوا عليهم. وفاي بيكون تمكن من لونج وبيصوب سيفه ناحيته، بس بيظهر انه مش عايز يقتل لونج، فبيدخل ليه وبيقتل لونج وبيطلب من فاي ما يكونش رحيم بعدوه مهما حصل. وفي الوقت ده فيري وتشاو بيجمعوا اكبر عدد من رجالتهم وبيولعوا في مخازن عصابه النمر الاسود، وبيكون ليه متضايق وبيطلب من فاي يشوف ايه اللي بيحصل. وفي اللحظه دي بيشوف الغراب الاسود تشاو وبيجري وراها هو ورجالته لحد ما بتوصل لكوخ بيكون فيه عصابه الايتام، وبيتصدم الغراب الاسود لما بيلاقي فاي قدامه وبيعرف انه ورا كل اللي حصل. وبعدها تشاو بتعرف الغراب الاسود ان هو اللي قتل امها وابوها علشان رفضوا يشتغلوا عنده زمان، وجه الوقت اللي هتنتقم منه. فبيقفل فاي الكوخ وبيبداوا يخلصوا على الغراب الاسود ورجالته. وفي نفس الوقت فيري بيكون عند المخازن وبيواجه عدد كبير من رجاله عصابه النمر الاسود اللي في النهايه بيحاصروه وبيقبضوا عليه. وفي الغابه فاي بيكون مع تشاو اللي بتعرفه ان فيري طلبها للجواز وقدم لها اسوره، فبياخدها منها فاي وقال لها انه هيعرف فيري الحقيقه قريب. وبعدها بيرجع فاي للعصابه وبيتصدم لما يلاقيهم قبضوا على فيري، وبيقرب منه ليه علشان يعرف منه مين شركائه. وفي نفس الوقت تشاو بيكون معاها مجموعه كبيره من عصابه الايتام
وبتفتح لهم الخزنه وبياخدوا كل الفضه اللي فيها. فبيعرف ليه انه هم بيطفوا النار في المخازن عصابه الايتام هجموا على الخزنه وقتلوا كل الحراس واخدوا كل اللي فيها. فبيتصدم ليه وبيقرر يروح هو ورجالته عند الخزنه علشان يتاكد بنفسه، وبيطلب من فاي يحاول يعرف من فيري مين اللي بيشتغل معاه. واول ما ليه بيخرج من المكان بيحاول فاي يحرر فيري بس بيرفض لانه كده هيبوظ خطتهم، وانه لازم يكمل الخطه عشان ينقذ ال 300 عامل ويقتل ليه ويقضي على عصابه النمر الاسود كلها. فوهما بيتكلموا بيسمع فيري صوت حد جاي عليهم، فبيزعق لفاي بيقول له انه مش هيعترف وده علشان محدش يشك في فاي. وبيدخل ليه وهو في قمه غضبه وقال ان ما دام الخزنه اتسرقت يبقى في خاين ما بيننا، لان مكان الخزنه سري جدا ومفتيح الخزنه مع اولاده بس. وبيدي ليه مقص لفاي وبيطلب منه يقص لسان فيري، وفاي بيكون محتار ومش عارف يعمل ايه. وفجاه بيدخلوا رجاله العصابه وهم شايلين جثه الغراب الاسود، فبيتصدم ليه وبيدخل شيطان الشمال وبيمثل انه حزين على موت الغراب الاسود، بس بيتصدم لما بيلاقي اثر عصايته على جسم الغراب الاسود، وده لان فاي عمل عصايه شبه عصايه شيطان الشمال وقت ما ضرب فاي بيها وعلمت في جسمه، واللي ضرب بيها فاي جثه الغراب الاسود علشان يشكوا في شيطان الشمال ان هو اللي قتله. فبيرتبك شيطان الشمال وبيقف قدام ليه وبيقول له انه كان بيكره الغراب الاسود وفي بينهم خلافات بس ما قتلهوش، وليه بيكون مش مصدقه. فبيروح شيطان الشمال لفيري وبيحط سيفه على رقبته وبيسأله مين الخاين اللي في العصابة. فبيستخدم فيري ذكائه وبيتكلم بصوت واطي جدا، فقرب شيطان الشمال منه وده باين قدام الكل كأن في سر ما بينهم. وبعدها فيري بيموت نفسه بسيف شيطان الشمال، فبيتأكد ليه ان شيطان الشمال هو الخاين وان فيري واحد من رجالته وقتله عشان ما يتفضحش. وبيحاول شيطان الشمال انه يدافع عن نفسه بس ليه بيفقد الثقة فيه. وبعدها فاي بيقف قدام جثة اخوه فيري وهو حزين جدا وبيفتكر ذكرياتهم سوا قبل ما يبدأوا خطتهم لما كانوا فوق الجبل. وقال فاي لفيري انه يختار بين عصايتين، وانه لو اختار الصغيرة هيفضل مع الايتام، وان فاي هو اللي هينضم للعصابة. ووقتها فيري اختار العصاية الصغيرة زي ما فاي كان متوقع. وفي الوقت الحالي بيكون فاي قاعد مع لينا وبيبكي على موت اخوه، فبتحاول لينا انها تخفف عنه وبتقول له انه لازم يكمل الخطة ويقتل ليه. فقال لها انه لازم يقتل شيطان الشمال الاول، لان لو ليه مات هو هيمسك بعده، وده معناه ان الناس هتفضل في نفس المعاناة. وبيجي صاحب الاسنان الكبيره وبيندع على فاي وبيعرفه انه ليه عاوزه. فوهو في الطريق بيلاحظ ان تشاو ورجاله عصابه الايتام منتشرين في المكان، فبيفهم انهم عاوزين يهجموا على مقر عصابه النمر وينتقموا لموت فيري. وبيتفاجئ بعصابه النمر الاسود وهم متخفيين، فبيعرف انهم عارفين باللي هتعمله تشاو وعصابه الايتام. فبيتحرك فاي وبيطلب من الراجل الاعمى اللي بيحكي قصص في السوق انه يحكي قصه معينه وبيديله فلوس. وبعدها بيروح يقعد مع ليه وشيطان الشمال وبيعرفوا ليه انه محضر له عرض هيعجبه جدا، وكان يقصد اللي هيحصل لعصابه الايتام. بس اول ما بيبدا الراجل الاعمى انه يحكي القصه بتفهم تشاو ان دي رساله تحذير من فاي، فبتلغي الخطه هي واللي معاها وبينسحبوا. فبيتعصب ليه جدا وبيعرف ان في حد خانه وخلى الراجل الاعمى يحكي القصه دي ويحذر الايتام. فبيبعت يجيب الراجل الاعمى اللي قال له ان فعلا حد عطاله فلوس وطلب منه انه يحكي القصه ويقدر يعرفه من صوته. فبيؤمر ليه رجالته كلهم يقربوا من الراجل الاعمى ويقولوا جمله معينه علشان يقدر يعرف مين الخاين، لحد ما بيجي الدور على فاي. فبيقول له انهم هيحرروا المدينه من عصابه النمر الاسود قريب. ورغم ان الراجل الاعمى اتعرف على صوت فاي بس فرح وعرف ان ده اللي هيحررهم من فساد عصابه النمر الاسود. فبينكر الراجل الاعمى انه يعرف فاي وانه مش الشخص اللي اخذ منه الفلوس. وبالليل بيروح ليه مع فاي مستشفى المدينه وبيشوف ال 300 عامل وبيصعبوا عليه جدا وهم محبوسين في الاقفاص وبيصوتوا وبيطلبوا المساعده. فبيطلب ليه من فاي يجهز نفسه انه يسلم ال 300 عامل للاجانب بعد شهر. وفي نفس الوقت بيكون شيطان الشمال بيعمل جلسه مساج، وبتوصل لينا المكان ومعاها بنت تانية وبتطلب تقابل شيطان الشمال لان عندهم معلومات عن الخزنه المسروقه. واول ما بتدخل لينا بيعرفها شيطان الشمال وعارف ان فاي بيقضي عندها ليالي كتير. فقالت له ان فاي فتح لها قلبه وحكى لها انه خان عصابه النمر الاسود وان هو السبب في سرقه الخزنه وموت الغراب الاسود. فبيسالها ليه جايه تبلغ عنه والمفروض انه عاشقها. فقالت له انها عرفت ان قلبه متعلق بواحده تانية فقررت تعاقبه. فوهما بيتكلموا حاولت لينا تقتل شيطان الشمال بس هو عرف باللي بتعمله فبيغرقها في الميه لحد ما بتموت. وبعدها بيروح شيطان الشمال للبنت التانية وبتكون تشاو، واول ما بيقرب شيطان الشمال منها بتقتله بالسكينه. وبعدها بتخرج وهي حزينه على لينا وبتحكي لفاي على اللي حصل وبيبكي علشان اخوه وصديقته ضحوا بنفسهم علشانه. وبيروحوا يزوروا قبرهم وبيهتف هو ورجاله عصابه الايتام انه هيحرر المدينه من الاستعباد
وبيوزعوا منشورات على سكان المدينه ان العمال محبوسين في مستشفى المدينه، فبيقوموا بثوره ضد عصابه النمر الاسود وبيروحوا على مستشفى المدينه وبيطلبوا تحرير العمال. فبيتعصب ليه جدا بعد ما عرف ان الاجانب انسحبوا لما شافوا المظاهرات، ووقتها بيعرف ليه ان فاي هو الخاين لان محدش كان يعرف مكان العمال غيره. فبيؤمر بانسحاب رجالته من المستشفى وبيقف قدامهم ويقول لهم ان اللي هيجيب راس فاي هيبقى ابنه الوحيد. فبيتحركوا رجاله ليه وبيوزعوا صور لفاي، وكانوا بيعذبوا اللي في المدينه علشان يعترفوا على مكان فاي. ولما بيعرف فاي بياخد رجالته ويهجم على عصابه النمر الاسود، ووقتها بيساعدوا صاحب الاسنان الكبيره انه يهرب. وبعدها بيخلص صاحب الاسنان الكبيره على رجاله عصابه النمر الاسود، وبعد كده بيطلب من فاي ينضم ليهم وبيحرروا العمال، واللي بينضموا مع فاي وبيروحوا كلهم لمقر عصابه النمر الاسود. وفي الطريق بينضم ليهم سكان المدينه، فبيظهر ليه وهو متعصب جدا فبيقول لفاي ان ممكن رجالته يقتلوه في ثواني، بس هو هيتحداه في مباراه قتاليه حتى الموت. فبيدخلوا الاتنين المخزن، وقبل ما يبدا القتال بيولع فاي في المخزن وبيقول له انه هيموته بنفس الطريقه اللي ابوه مات بيها، وبيهجم ليه على فاي وكان هيوقعه في النار اللي مسكت في المكان كله. بس بيقدر فاي انه يمسك في الخشب وينقذ نفسه. ولما بيشوفوا عصابه النمر الاسود المخزن وهو بيتحرق فبيعرفوا ان محدش هيخرج منه حي، فبيهربوا. وبتفضل تشاو وعصابه الايتام وسكان المدينه واقفين وهم خايفين على فاي. وفاي لما بيلاقي ليه بدا يتاثر بالحراره العاليه ونفسه بدا يقل فبيهجم عليه لحد ما بيوقعه في النار، ولكن فاي بينقذه من النار وما كانش عاوزه يموت، بس بيرفض ليه ان فاي يساعده وبيقع في النار. وبتمر الايام وافتتح فاي الملجأ بتاع ابوه بعد ما جدده، وبيقف فاي قدام ابوه وهو بيوعده انه هيحافظ على الامن والسلام في المدينه. وفعلا ده اللي حصل، والتجار بدأوا يشتغلوا في المينا من تاني، بس المرة دي من غير فساد. وبكده يكون فيلمنا خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة، واستناني في ملخص تاني. سلام.